الساعة 3 الفجر في عز الحر بتاع شهر 8 قاعد في الضلمة عينك وجعاك من نور الشاشة وصباعك بيعمل ريفريش لتويتر للمرة ال 500 في الدقيقة. مستني ايه؟ مستني راجل ايطالي يطلع يكتب 3 كلمات بس. Here we go. Deal completed. The Egyptian. لو وقفت لحظة وفكرت في اللي احنا بنعمله ده هتكتشف انه شيء في منتهى العبث. انت بقالك شهرين بتحرق في اعصابك وتتخانق مع جمهور الاندية التانية وتشتم في رئيس ناديك ليل نهار. ده كله عشان مين؟ عشان لاعب انت شخصيا عمرك ما شفته بيلعب 90 دقيقة كاملة على بعض في الاغلب. ايوه انت بنيت رايك وثقتك العمياء في اللاعب ده من فيديو يوتيوب مدته 4 دقايق اسمه سكيلز اند جولز متمنتج على اغنية او حتة كليب على تيك توك وهو بيرقص بالكرة وخلاص. يعني لو تفتكر معايا كده الخناقة التاريخية بين ارسنال وتشيلسي على مدرك في 2023 كام واحد من جمهور الفرقتين كان بيقعد يوم الاحد يتفرج على ماتشات الدوري الاوكراني؟ تقريبا صفر. بس فجأة كل مشجع بقى مقتنع ان الواد ده هو اللي هيجيب التايهة وانه ميسي الجديد وانه لو الصفقة دي باظت النادي هينهار. الجنون وصل ان الجمهور كان فاتح موقع فلايت رادار بيتابع مسار الطيارة الخاصة بتاعت مدرك في الجو. ولما تشيلسي خطف في اخر لحظة جمهور ارسنال دخل في حالة حداد وجمهور تشيلسي احتفل كانه خد دوري الابطال. ايه اللي حصل لمخنا؟ ليه الميركاتو ما بقاش مجرد فترة ادارية لانتقال موظفين من شركة لشركة وبقى ادمان؟ ليه بقينا بنستمتع بسوق الانتقالات والصيف والخناقات والدراما دي ساعات اكتر من متعة ال 90 دقيقة بتاعت الكرة نفسها؟ تخيل معايا المشهد ده، شهر مايو بيخلص فرقتك لسه واخده على دماغها في اخر ماتش في الموسم، انت طافي التلفزيون وقاعد بتبص في السقف. خط النص بتاعك طول السنه كان عباره عن ممر شرفي ومدافعين بيخبطوا في بعض، والمهاجم بتاعك لو الشبكه فاضيه هيشوطها في اقرب كشك سجاير بره الاستاد. في اللحظه دي انت بتبقى مقتنع اقتناع تام ونهائي ان النادي ده محتاج فورمات يتهد على اللي فيه ويتبني من الصفر، وان مستحيل فرقه بالمنظر ده تقوم لها قبل 3 4 سنين اصلا. بس سبحان الله شهرين بس بيعدوا يجي شهر يوليو تفتح موبايلك تلاقي نوتيفيكيشن النادي بيقترب من التوقيع مع الدبابه الفلانيه ب 70 مليون يورو. في اللحظه دي بالظبط بيحصل حاجه غريبه جدا في كيمياء المخ، عقلك اوتوماتيك بيعمل ديليت لكل الكوارث اللي شفتها بعينك طول ال10 شهور، وانت بتتحول في ثانيه من مشجع يائس لواحد مقتنع ان الازمه الوجوديه بتاعت النادي كلها كانت واقفه بس على الحته الناقصه دي. علماء النفس بيسموا الحاله دي وهم البدايات الجديده او فخ الريسيت بوتون. المشجع ما بيتعاملش مع الميركاتو على انه مجرد سوق طبيعي بنشتري فيه موظف جديد عشان يلعب كوره، لا احنا بنتعامل مع الميركاتو على انه استيكه سحريه بنمسح بيها عك المدرب وفشل الاداره وسوء الحظ وتخبط السنين اللي فاتت. لما الاداره بتجيب صفقه كبيره انت بتبدا لا شعوريا تلبس اللاعب ده عبايه المنقذ. يعني مثلا لو الدفاع كان عندك شوارع انت بتشوف ان المدافع الجديد ده مش بس هيقطع كور، ده بوجوده هيخلي الباك اليمين اللي ما بيعرفش يباصي فجاه يبقى كافو، وهيخلي الحارس المهزوز يبقى مانويل نوير. بس ليه بنعمل في نفسنا كده؟ لاننا بنحب نصدق ان الحل دايما بيجي من بره المنظومه، بنحب فكره البطل المخلص اللي جاي من بعيد يحل العقده، وبنستثقل فكره ان بناء فرقه محتاج شغل ممل وتدريب متعب واصلاح عيوب تكتيكيه بياخد سنين. عشان كده لو ركزت في اي صفقه جماهيريه بتحصل في الصيف فهتلاقي ان النادي مش بيشتري لاعب، ده بيشتري بنج موضعي. الادارات الذكيه بتبقى فاهمه اللعبه دي كويس جدا، الاداره بتبقى شايفه المدرجات بتغلي والجمهور غضبان من الموسم الصفري فتقرر ترمي له صفقه جماهيريه غاليه قوي، صفقه ب 100 مليون مثلا عشان تسكت الصوت العالي ده، والجمهور من كتر عطشه لاي نجاح بيبلع الطعم وهو مبسوط، لحد ما بتيجي اللحظه اللي مفيش منها هروب، لحظه الحقيقه اول اسبوع في شهر اغسطس والحكم بيصفر بدايه الموسم الجديد. بعد 15 دقيقه بالظبط من اول ماتش بتكتشف الكارثه، بتلاقي ان المهاجم ابو 100 مليون ده لسه مش فاهم سيستم الفرقه وبيستخبى ورا المدافعين، وان خط النص لسه ممر شرفي زي ما هو، وان المشاكل اللي انت كنت فاكر انها اتمسحت لسه موجوده ومستنياك بالظبط مكان ما سبتها في شهر مايو. فانت ما عالجتش المرض، انت بس غيرت شكل علبه الدواء. بس السؤال الاهم هنا بقى، هل احنا كمشجعين بنتعلم الدرس؟ اطلاقا مستحيل. اول ما الموسم يخلص ونلبس في الحيطه من تاني هنستنى شهر 6 او 7 يهل علينا ونبدا نعمل ريفريش للاخبار وندور على منقذ جديد وندوس على نفس زرار الريست اللي ما بيعملش اي حاجه. أول ما سوق الانتقالات بيفتح المشجع ما بيبقاش مجرد متفرج قاعد على القهوة أو في الاستاد بيشجع فرقته، المشجع في اللحظة دي بيقلع تيشيرت النادي وبيلبس بدلة المدير الرياضي، وطبعا عندنا رؤية فنية وإدارية واقتصادية كمان. تلاقي نفسك كده قاعد على السرير بالليل ماسك الموبايل وبترفض صفقة ب 60 مليون يورو بكل ثقة وتقول لا لا فكك منه الواد ده ما بيطمنيش. إحساسك الداخلي هو اللي بيحكم وبينهي مسيرة لاعب دولي بكلمتين. وفي نفس القعدة وفي تويتة تانية لو حد بتثق في رأيه قال العكس ممكن تتحول لبيب جوارديولا، ترسم خطة كاملة على الورق وتقول بص اللاعب ده منظومته ما تنفعش معانا كصانع لعب صريح، بس لو الاداره جابته وسحبناه تحت شويه ولعبناه في مركز 8 بدل 10 هتبقى الدنيا زي الفل. والمصيبه انك هنا مش بتهزر، انت مقتنع تماما انك شايف اللي مدرب ابو 10 مليون يورو في السنه مش شايفه. بس السؤال هنا مين جاب لنا الثقه دي كلها؟ زمان كان المشجع بيحكم على اللاعب من الماتشات اللي بيشوفها صدفه او من ملخصات التلفزيون، دلوقتي احنا بقينا كشافين. الاداره ترتبط باسم لاعب من هنا نفتح احنا يوتيوب من الناحيه التانيه على طول، فيديو 4 دقايق كفيل يخليك تبصم بالعشر ان ده زيدان الجديد.
ولو حبيت بقى تدي لنفسك شرعيه اكتر وتثبت انك مش بتهبد، هتدخل على مواقع الاحصائيات هتلاقي مشجع بيكلمك عن الاكس جي والاكس اي وتطور معدل البروجريسيف باسز بتاع اللاعب، مصطلحات وتفاصيل لو كنت قلتها لمدربين كبار من 20 سنه مثلا كانوا يفتكروك بتشتمهم. بس لو هنتكلم بجد، العقليه دي كلها ما اتشكلتش بس من اليوتيوب والاحصائيات، العقليه دي جزء كبير منها اتشكل واتعمق جوانا بسبب الكارير مود. اللعبه دي زرعت جوانا وهم اننا نقدر ندير منظومه كامله من ورا الشاشه، بقينا بنعامل الواقع كانه شاشه بنظبط منها اعداد الفرقه وبنعمل روستر اوبتمايزيشن على مزاجنا. تشوف لاعب دلوقتي عنده 17 سنه يتالق في ماتشين ولا حاجه، فتبدا بقى تقول ده هيدن جيم وده الجوهره الجديده وبتاع وهاتوه هيتطور بعدين. بننسى تماما ان ده بني ادم حقيقي، ممكن بقى يجيله اكتئاب، ممكن عيلته ما تتاقلمش على البلد، ممكن يجيله صليبي، او ببساطه ممكن اصلا يكون عقليه غير قابله للتطور. بس احنا ما بنشوفش كل ده، احنا بنشوف شويه ارقام وطاقات ومؤشرات خضراء بتزيد. مفيش حاجه اسمها انسجام او ضغط نفسي او ظروف قهريه، في حاجه اسمها اللاعب ده سرعته 90 والفينش بتاعه 85 يبقى هينجح. والمساحه دي من التخيل هي فعلا اللي مخليه الميركاتو ممتع. انت هنا صانع القرار وصاحب الرؤيه، او على الاقل الميركاتو بيسمح لك توهم نفسك بكده لمده شهرين. طيب لو احنا عايشين في دور المدير الرياضي وبنرسم خطط وبنقيم صفقات، مين بقى اللي بيدينا الداتا دي؟ مين اللي بيتحكم في مشاعرنا؟ هنا بنوصل للوحش الحقيقي والمحرك الاساسي لجنون الميركاتو، الاعلام والصحفيين. زمان الصحفي الرياضي كان مجرد وسيط او بوسطجي، وظيفته انه يعرف ان النادي ده اشترى اللاعب ده فيكتب الخبر في الجورنال تاني يوم الصبح. الموضوع كان اخباري بحت. دلوقتي قواعد اللعبه اتغيرت تماما، الصحفي مبقاش مجرد ناقل الخبر، الصحفي بقى هو صانع الخبر وبقى الجزء لا يتجزأ من اللعبه نفسها. تعال احكي لك السيناريو اللي بيحصل ورا الكواليس وبيتلعب بيه على دماغنا كل صيف. تخيل معايا وكيل اعمال عنده لاعب في نادي متوسط عقده قرب يخلص واللاعب عايز يزود مرتبه، بس اداره نادي بتماطل وبتستخسر تدفع. الوكيل ده مش هيروح يتخانق معاهم، ده بكل بساطه هيرفع سماعه التليفون على صحفي تقيل وموثوق ويسرب له خبر من كلمتين، النادي الفلاني، ويختار نادي قمه جماهيري بيراقب اللاعب. جمهور النادي الكبير بيشوف التويته بيدخل في حاله من الجنون اللي اتكلمنا عنها، بيبدا يسفلت يوتيوب تدوير على مهارات اللاعب، يعملوا ترند ويبداوا يضغطوا على ادارتهم اللي هو ازاي سايبين اللاعب ده كده. فالنادي المتوسط ده بيترعبوا من ضغط الجمهور وخوفهم ان اللاعب يهرب او يتباع بالرخيص، فيجروا عليه بعقد جديد بضعف المرتب عشان يرضوه. او في حاجه تانية، وهي ان نادي كبير تاني خالص منافس للنادي اللي اتذكر في التويته الاولى يشوف الترند والضغط ده فيجيله حاله رعب من تفويت الفرصه، فيقرر يدخل يخلص في اللاعب بجد ويدفع فيه 60 مليون مثلا. فانت فاهم بقى العبث اللي بيحصل؟ الخبر اللي بدا كاشاعه ومجرد تكتيك خبيث بقى من وكيل اعمال عشان يضغط بيه على اداره ناديه، هو اللي خلق الصفقه على ارض الواقع. المصطلحات بقى اللي احنا بنشوفها كل يوم زي كونسيدرينج او ابريشيتد دي مش مجرد كلمات انجليزي بالترجمه حرفيا، دي بقت شفرات وورق لعبي بيترمي على الترابيزه بين الوكلاء والانديه لجس النبض وتوجيه السوق. في الكورة احنا متعودين ان اللعب على المكشوف 11 ضد 11، كاميرات جايبه كل زاويه وقوانين واضحه للكل. لكن الميركاتو ده العالم السفلي بتاع اللعبه دي، هو الضلمه، تليفونات بتضرب الفجر وطعنات في الظهر بتحصل على مرأى ومسمع من العالم كله. وهنا بنوصل للماستر بيس بتاع الكلام ده كله، اللحظه اللي بتحول الميركاتو لفيلم اكشن بيحرق اعصابنا، صفقات الخطف او الهايجاك. تخيل بقى المشهد، انت كمشجع بتبني بيت احلامك طوبه طوبه، المفاوضات خدت اسابيع، الصحفيين ختموا بالهيروي جو، وانت رحت تنام وانت حرفيا بترسم في خيالك شكل التشكيله واسم اللاعب بينور في الملعب. تفتح عينك الصبح تلاقي زلزال ضرب التايم لاين، يافطة بريكنج بلون احمر بتخبط في وشك. نادي تاني خالص، في الاغلب هو اكتر نادي انت بتكرهه في حياتك او هتكرهه، دخل الفجر حط شيك مفتوح قدام الاداره ورمى عموله فلكيه في حجر الوكيل وخطف اللاعب من على باب ناديه. عشان تحس بحجم الاهانه دي افتكر فيلم الرعب اللي عاشه جمهور روما في 2018. اداره روما خلصت كل الورق مع بوردو عشان مالكم، الاعلان الرسمي نزل والجمهور من كتر فرحه راح على المطار عشان يستقبل البطل الجديد. الجماهير واقفين بقى بيغنوا مستنيين الطياره. في نفس الثواني اداره برشلونه تعمل تليفون بيغير التاريخ، العرض المالي بيزيد والطياره بتروح اسبانيا بدل ايطاليا. الجمهور الايطالي فضل واقف في المطار مستني الفرج، في حين مالكم اصلا كانوا خلاص بيقدموه في الكامب نو. فدي حرفيا سرقه بالاكراه قدام الكاميرات. طب هي ليه اصلا الانديه بتعمل كده؟ الموضوع ما بيبقاش دايما فني، ساعات كتير بتبقى حرب كرامه. خناقه ليفربول وتشيلسي على كايسيدو هي كانت اقوى تجسيد لده. يورجن كلوب اللي طول عمره كتوم جدا في الصفقات يطلع بثقه في مؤتمر صحفي ويقول اتفقنا مع برايتون ب 110 مليون. جمهور ليفربول عاش ليله من الانتصار التاريخي لحد ما اللاعب نفسه قلب الترابيزه وقال انا عايز تشيلسي. فجاه الاداره في تشيلسي قررت تدفع 115 مليون، مش عشان كايسيدو ده مارادونا الجديد، لا ده استعراض عضلات واعلان هيمنه. ولما الصفقه تمت جمهور تشيلسي عاش حاله نشوه ما تتوصفش، نشوه الشماته. انك تدعم فرقتك بنجم جديد دي متعه، انما انك تخطف النجم ده من حضن غريمك دي متعه شيطانيه بتدي كميه دوبامين المشجع ما يشبعش منها اصلا. الهايجاك هي اللي مخليانا عايشين على اعصابنا، وهو الدليل القاطع ان سوق الانتقالات مفيش حاجه اسمها اللاعب بتاعنا غير لما ينزل الملعب، وحتى دي احيانا ما بقتش مضمونه.
احنا طول الحلقه عمالين نجلد في الجماهير ونشتم في الوكلاء ونكشف على عيب الصحافه، بس تفتكر كل الفوضى دي كانت ممكن تحصل لو الكبير كان عاقل؟ الحقيقه المره اللي المشجع بيهرب منها ان احيانا كتير النادي نفسه بالاداره بتاعته بالرئيس بالمدير الرياضي بيبقوا هم المشكله، هم اللي بيخلقوا فخ الميركاتو وبيدخلوا برجلهم فيه، واحنا طبعا اللي بندفع ثمن حرق الدم ده. تعالى نقسم كوارث الادارات دي لثلاث حاجات اساسيه بيقعوا فيها كل صيف وكانهم ما بيتعلموش ابدا. الفخ الاول هو فخ الترند والبطولات المجمعه، كلنا اكيد بقى بنحب كاس العالم واليورو والحاجات دي كلها، بس البطولات دي بالنسبه للادارات العشوائيه عامله زي السراب. لاعب بيكون مستواه متوسط او عادي طول الموسم مع ناديه يروح يلعب 7 ماتشات في بطوله مجمعه، الحماس ياخده، المنظومه تخدمه، فتلاقيه بيقدم اداء اسطوري. هنا الاداره بتسيب شغل الكشافين بتاع سنه كامله وتجري ورا لقطه الترند. ابرز ضحايا الفخ ده في السنين الاخيره كانت تشيلسي مع انزو فرنانديز. تود بولي شاف انزو بيكسر الدنيا مع الارجنتين في كاس عالم 22، بياخد احسن لاعب شاب والسوشيال ميديا كلها بتتكلم عنه، اتجنن على طول. الاداره هنا ما فكرتش هل اللاعب ده يناسب سيستم الدوري الانجليزي البدني، هل سعره الحقيقي يكسر ال 100 مليون فعلا. النتيجه انزو لاعب كويس جدا جدا طبعا، بس انا شايف بصراحه ان 120 مليون مبالغ فيهم والاداره هي اللي جريت ورا الهايب على حساب الفريق. الفخ التاني فخ النجفة وشراء الاسم بدل المركز. ده بقى الفخ المفضل لرؤساء الأندية اللي بيحبوا اللقطة والشو الإعلامي. تخيل إنك بتبني بيت ولقيت إن البيت ده ما فيهوش أبواب ولا شبابيك، تقوم سايب كل ده ورايح تشتري نجفة كريستال بمليون جنيه تعلقها في السقف. هو ده بالظبط اللي بيحصل. النادي يبقى خط دفاعه كارثي ونص ملعبه ما بيعرفش يقطع كورة، بس الرئيس يقرر إنه يروح يشتري مهاجم نجم شباك عشان يبيع بيه تيشيرتات. وأكبر مثال على العبث ده عندنا هو مشروع باريس في حقبة الام. على الورق أنت معاك أقوى 3 في الكوكب، بس في الواقع باريس كان بيلعب بفرقة مقسومة نصين، الثلاثة اللي قدام ما بيرجعوش يدافعوا وخط النص وراهم فاضي تماما. وده نفس الفخ اللي بيريز وقع فيه زمان لما باع ماكيليلي اللي كان شايل خط نص مدريد عشان يشتري ديفيد بيكهام. وزيدان وقتها قال جملته التاريخيه اللي تدهن العربيه دهب من بره وانت بايع الموتور بتاعها اصلا. وده بقى الكوميديا السوداء بتاعت الميركاتو، النادي بيفضل طول الصيف يفاصل في 5 مليون و10 مليون في لعيبه كان محددها بالاسم، يجي يوم 29 او 30 اغسطس الاداره تكتشف انها فشلت تجيب الاهداف الاساسيه، والجمهور طبعا بدا يقلب عليهم في المدرجات وعلى السوشيال ميديا. فجاه العقل بقى خلاص بيتلغي وزرار البانيك بيضرب. الاداره بتنزل السوق في اخر 48 ساعه تدلق فلوس بالهبل على اي لاعب لمجرد انهم يسكتوا الجمهور ويقولوا احنا اشترينا اهو. مفيش نادي في العالم بيمثل حاله البانيك باي دي بامتياز زي مانشستر يونايتد في صفقه انتوني. تين هاج طلب انتوني من اياكس في اول الصيف واياكس طلب 50 مليون يورو. اداره اليونايتد قالت لا ده رقم مبالغ فيه جدا على جناح بيلعب برجل واحده. لحد هنا كلام عاقل، بس ايه اللي حصل؟ اليونايتد بدا الدوري خسر من برايتون وبعدها خد فضيحه 4-0 من برينتفورد. المدرجات ولعت والسوشيال ميديا طلبت برحيل الاداره في لحظه رعب. اداره اليونايتد رجعت لاياكس في اخر ايام السوق وقالت لهم هاتوا لي انتوني. اياكس طبعا استغل الضغط والتوتر ده وقال لهم دلوقتي سعره بقى 95 مليون يورو، واليونايتد دفعهم، يعني دفعوا ضعف الثمن في لاعب هم نفسهم كانوا شايفينه ما يستحقش ال50 لمجرد انهم يسكتوا غضب اللحظه. وطبعا النتيجه انتوني بقى اكبر مقلب مالي في تاريخ الدوري الانجليزي اصلا. الخلاصه الفوضى دي بتثبت لك ان الميركاتو مش دايما بيتحكم فيه خبراء عباقره قاعدين على كراسي جلد وبيرسموا خطط مستقبليه. احيانا كتير اللي بيحرك السوق ده هو التوتر وحب اللقطه وردود الافعال العشوائيه. علشان نلم كل الخطوط اللي اتكلمنا فيها ونفهم احنا وصلنا لفين، احنا مش محتاجين نرجع بالزمن لورا، احنا محتاجين نبص من الشباك على اللي بيحصل دلوقتي حالا. ميركاتو صيف 26 هي النسخه الاشرس والاكثر جنونا والماستر بيس الحقيقيه لكل ده. سوق 26 اثبت لنا ان الانديه واللعيبه ما بقوش هم لوحدهم ابطال المسرحيه، اللعبه داخل فيها اطراف تانية بقت هي اللي بتحرك الريموت بتاع مشاعرنا ده، لدرجه ان الخناقه ما بقتش على اللاعب، الخناقه بقت على مين اللي هيقول الخبر الاول. لو عايز تفهم العبث ده وصل لفين، بص على الحرب اللي حصلت في صفقه ديوماندي ريال مدريد. القصه هنا خرجت بره فكره ان نادي بيشتري لاعب من لايبزيج، دي اتحولت لساحه تصفيه حسابات علنيه بين حيتان الصحافه الرياضيه. ريال مدريد دخل السباق متاخر في اواخر يوليو بعد ما باريس سان جيرمان بدا ينسحب. هنا ديفيد اورنستين طلع وقال الموقف بهدوء، ريال مدريد قدم عرض ب 120 مليون يورو والصفقه قريبه واللاعب عايز الريال، بس لسه مفيش اتفاق نهائي. كلام عاقل وموزون، بس طبعا الكلام ده ما بياكلش عيش وما بيجيبش همه. فجاه فابريزيو قرر يضرب الكلمه المقدسه بتاعته وقال لك Yan Diomandé to Real Madrid. Here we go. Deal done for the Ivorian winger. واكد ان الاتفاق خلص وجمهور مدريد ولع التايم لاين. هنا بقى الارض انشقت وطلع فلوريان بليتنبرج بتاع سكاي جيرماني عشان يفجر قنبله في وش فابريزيو ويقول له لا استنى عندك، وقال ان مفيش اتفاق نهائي حصل، هو ريال مدريد هو الاقرب، بس مش معنى ان الصفقه متوقعه انك تطلع تقول انها تمت. انت متخيل المنظر؟ انت كمشجع سايب اللاعب وسايب النادي وقاعد بتتابع ماتش بين صحفيين على تويتر، والموضوع قلب بشخصنه بحته. المفاجاه بقى ان بليتنبرج واورنستين هم اللي طلعوا صح. بعد الهيروي جو بتاعت فابريزيو ظهرت مشاكل قانونيه مع
وكالة اللاعب عطلت الدنيا، ومدير لايبزيج نفسه طلع وقال احنا لسه بنتفاوض. وفي النهايه الصفقه تمت ب 135 مليون يورو وبقت الاغلى في تاريخ مدريد. بس اللقطه الايقونيه اللي لخصت الميركاتو ده كانت الحساب الرسمي لنادي لايبزيج وهو بيعلن عن الصفقه وبيسف على فابريزيو علنا وكاتب هير وي اكشلي جو. حاله الجنون اللي عشناها في صفقه ديوماندي وحرب الايجو بين الصحفيين اللي بتخلينا قاعدين بنعمل ريفريش في كل ثانيه هي اللي بتجاوب على السؤال اللي بدانا بيه الحلقه، احنا ليه مدمنين الميركاتو؟ لان الميركاتو بقى بطوله لوحده، بطوله ما فيهاش بطل واحد وما فيهاش كاس بيترفع في الاخر، بس فيها متعه وتفاصيل بتخلينا عايشين على اعصابنا شهور. في الاخر الميركاتو هو المسكن اللي بنخدر بيه نفسنا، بس طول ما احنا لسه في الصيف وطول ما زرار الريفريش شغال وطول ما الاشاعات رايحه جايه بيفضل كل شيء ممكن وبيفضل الامل موجود. بس رغم كل ده هنفضل مستنيين الصيف الجاي وهنفضل نعمل ريفريش وهنفضل نشتري الامل وننخدع فيه لاننا ببساطه بنشجع الكوره. وبس كده انا خلصت. في الاخر لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك سبسكرايب والحاجات الحلوه دي، ويلا سلام.